الزميل العزيز عدنان جستنية قائلا: هل الغلبة ستكون للضيف المتعافي أم للمستضيف المريض؟ الإجابة طبعا لها وجهان أو أكثر، ستكون بطبيعة الحال في الميدان رائعة. إذا مشاهدينا الكرام، هي مباراة المهمة الصعبة أو المهام الصعبة لكلا الفريقين، الاتحاد المستضيف والنصر الضيف في هذا اللقاء. بالمناسبة المباراة تحمل الرقم 111. ما راح أقول الاتي نمبر 1، لا عشان ما ياخذونها النصراويين. رقم المباراة في برنامج جدول الدوري تحمل الرقم 111-1-1، وهو رقم مميز في مهمة الزحف النصراوية نحو البطولة هنا عبر الطريق السريع لمدينة الملك عبد العزيز بالشرايع. مهمة العودة، عودة العميد، ليس للأداء لا، وإنما لروح العميد، لروح التحدي، لروح الاتحاد. هكذا يقولها الاتحاديون في كل مكان. والدليل هذه اللوحة الرائعة، هذا المنظر الجميل، هذه الجماهير الغفيرة الكبيرة التي تحبب كل من يتابع هذا اللقاء. هنيئا للكرة السعودية، ورسالة من كابينة التعليق لاتحاد كرة في دوري المحترفين في الموسم 2008 في لقاء جمع الاتفاق والوحدة. بالمناسبة المرداسي يقود أليخاندرو النصر في مباراة، وبالتالي عاد كارينيو لقيادة الرحلة. وبالفعل يعني عندما نتحدث تكتيكيا، عندما نتحدث تجانسا، عندما نتحدث استقرارا، فأعتقد أن جوزيه كارينيو بالفعل غير في شكل النصر، غير في مظهر النصر، وأصبح لا يعتمد لا على الاسم ولا على التاريخ. لا أحد يشكك في التاريخ، النصر هو النصر. النصر كرة ملعوبة، محاولات اتحاد. فهد مولد بيحاول، عدى المولد، عدى واحد اثنين، عد امبامي يلعب الركنية الأولى، كرة بتعدي توصل ناحية اليسار، على طول بلمها فهد الشربيني. حتى هذه اللحظة لم يكن ذلك اللاعب الفذ الذي ينصب على الجهة اليمنى بتحركات مولد. كرة ملعوبة على طول بالراس تتخلص، شوف يحصلها اللي هو فهد. لم يبتسم هذا الملعب لأبناء العمومة، لأبناء مدينة جدة حتى هذه اللحظة. هنا المحاولة، هنا التقدم، هنا التسديد. عبد الأمير عبد الله الفيصل، شوفوا صرفة، شوفوا طريقة، اكسروا الحظ. وهذا الكلام ليس موجه لهذا اللقاء وإنما بشكل عام. محاولة من ناحية اليسار، نصراوية ملعوبة، الزيلعي هوبا 0-0، ركنية كورنر ملعوبة على طول. محاولة ولكن سهلة بيد فواز القرني، وتطوي الجولة 16 ملفها. اعطيف أما هو عليه بين تشكيلة ولاعبي فريق الاتحاد. كرة مقطوعة، سعود حمود بلم كرة، يحاول التقدم، في انذار، في انذار هو تلعب في صفارة من الناحية اليسرى، جمهور الفريق عن جمهور الفريق الآخر. هذه محاولة ملعوبة، كرة بالخطأ ولكن سهلة حقيقة بعد مصر. التكتيك الثقيل، الحرص الزايد، التغطية، عدم المجازفة في الانطلاق إلى الأمام. الاتحاد يلعب بلاعب متقدم، هو نايف هزازي. هنا المحاولة، حمود بيعدي ولكن كرة راح يشوط، يبدو أسامة المولد يتقدم هوبا، ولكن وين محاولات موجودة. حسين عبد الغني بيلم، عدى حسين، لعب العرضية حسين، محاولة سيد سهلاوي ولا الملعب. هذه محاولة، نور بيحاول بمرر نور، راحت من نور، راح العب اللي جنب الشاي. نور بيحاول، نور تقدم، نور المولد بيحاول ولكن برافو بشكل حلو، كرة بيشيلها من امامه حسين عبد الغني الى خارج ارضية ملعب المباراة. ضربة ركنية، شوف الروح الحلوة، شوف الدعابة بين حسين. عن امور كثيرة لا نحبذها في ملاعبنا. كرة ملعوبة، ركنية ورأسية، ولكن
ايضا كرة بتعدي من نايف هزازي، تطلع كرة على رأس نايف هزازي. على فكرة هذه الركنية السادسة للاتحاد خلال ال 31 دقيقة. من ناحية اليسار عبدو عطيف، سعود حمود، سهلاوي بمرر كرة تتهيأ، محاولة موجودة، اللعب في مكان خطرة، بيحاول فيصل حمود تقدم سعود، ولكن ونور على ما يبدو على التسديد، نور بيسدد ولكن ايضا بمرر نور، وكرة بتصطد في حال صد بشري، مقطوعة مرة اخرى ملعوبة الى محمد نور اللي بيلم كرة من الناحية اليسرى، توصل محاولة رأسية، الله اوفسايد 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 اوفسايد. كان في تعادل ايجابي في موسم 2008 2009 2-2، وكان في تعادل في الموسم قبل الماضي 2010 2-2، وكرة اللعب ولكن ايضا مقطوعة في اصابة على ما يبدو مؤثرة. وحد هذه كرة السهلاوي والدخول العنيف في دخول عنيف، وهذه النتيجة 0-0 لم تتكرر بين الفريقين اعتبارا من موسم 2005-2006. التعادل الإيجابي حضر في ذلك الموسم 1-1، والتعادل الإيجابي في موسم 2008-2009 2-2، وفي موسم 2010-2011 عدا ذلك التفوق كان اتحاديا. كرة ملعوبة تلعب على طول، الله انحطت كرة في مرمى الاتحاد، كرة كانت ساقطة على مرمى فواز القرني اللي بيشيل كرة شوف كانت ساقطة من كرة حسين عبد الغني اللي بيحولها إلى ضربة ركنية. ما عليه، كما تدان يا رياض. 46 خلاص انتهت، وشوط أول بلا أهداف بإنذارين، إنذار لكريري وإنذار لشايع شراحيلي، ويطلق سيداتي آنسات سادتي في هذه اللحظات الدولي الأصغر فهد المرداسي صافرة انتهاء شوط المباراة الأول بتعادل فريقين 0 الاتحاد المستضيف و0 النصر المضيف. أعزائي أحبائي في كل مكان، شكرا لمتابعتكم. فاصل إعلاني ثم إلى الإعزاء في الاستديو التحليلي برفقة الزميل العزيز خالد النفناف وضيوفه الكرام أيضا الدكتور مدني رحيمي والكابتن صالح المطلق. فإلى هنا.